هذا واحد الراجل مع مراتو عايشين في واحد الحي اللي هو عادي. عنده هذا الراجل هذيك الدار اللي عايش فيها كانت كبيرة ما شاء الله، وعنده واحد المحل تجاري وعنده واحد الأرض. السيد ميسور الحال، ما خاصو حتى شي حاجة، اللي خاصو من الدنيا غير الولاد. السيد ما كيولدش لا هو ولا مراتو وعايشين تمايا. المهم هذا الراجل مع مراتو اللي ميسور الحال وما كيولدوش ساكنين حداهم واحد الناس. هاد الناس كانوا الحالة ضعيفة، كانوا كاينين واحد المحل وواحد الراجل عنده 6 ديال الأبناء، يعني ما بين ولاد وبنات والخدمة شوية ماشي تلهيه، يعني الحالة شوية ماشي تلهيه. حنا نقول هاديك المرا اللي ما عندهاش الوليدات كتعرف هاديك المرا الآخر مرات هاديك الراجل، كتعرفها وكتدخل عندها وتعاونها باش ما كتب الله وكذا وكذا. نقول مرة كتدخل عندها كتشوف عندها الولاد والبنات. عجباتها واحد البنيته كانت في العمر ديالها تقريبا 3 سنين، سميتها امال. كانت عزيزة عليها بزاف، تجيب معها للدار تشري ليها كذا. واحد النهار مشات تشاور مع راجلها، ديك المرا اللي ما كتولدش مع راجلها، مشات هضرات معاه وقالت له وشنو بالك فلان الا ما نمشيو حنا نربيو شي بنيته ولا وليد من عند فلانه جارتنا. قال لها وتشاورتي معاها؟ قالت لي شوف انا هضرت معاك انت الاولاني عاد نمشي نقولها لها. قال لها سيري الا بغات مرحبا جيبي ما عندها شي، هذيك البنيته اللي كتجي عندنا نيت على امال. صافي مشات عندها هضرات معها وكان الراجل نيت حاضر، يعني بابا البنت حاضر والحالة مزرية وكذا. صافي وافق، قال لها صافي دي امل هادي اصلا كنرتاح لي وكتبقاي معاك وكذا كذا، ديها. خداتها يعني ربيتها عندهم ودورات مع والديها. هي ماشي سجلاتها عندها في الحالة المدنية، وإنما غير ربيتها باش تونسهم وكذا وتعمر لهم الدار وتهلا فيها وصافي وتعتبرها بحال بنتها. راه ماشي تبناتها يعني ديرها في الحالة المدنية، لا. صافي دورات مع الناس ومرة تعطيهم وتصدق عليهم بالهدايا وكذا. وآمال كتكبر وسط هاد الناس اللي شوية ميسوري الحال. مشات هي وجات أخرى، آمال كبرات ولكن كبرات وسط واحد الجو ديال الدلال ديال الفشوش وديال أي حاجة بغاتها كتلقاها وكذا. والديها بالتبني أو اللي مربينها مكفلين بها من كلشي. المهم آمال وصلت هاديك 9 سنين بحال ما هكاك. هنا الوالدين بغاو يتحولو من هاديك الدار، بغاو يمشيو لواحد الحي آخر، كراو واحد الدار أخرى. هنا جاو باش يديو آمال، يعني قال لهم عطيونا البنت نديوها. ولكن هنا امال صدماتهم، ما بغاش تمشي، بغات تبقى مع ماما وباباها جدادي. صافي ما بغاتش. صافي المرا مع الاب قالوا لهم صافي مادام ما بغاتش صافي هاي انا في الدار، وقت ما بغيتو اجيو شوفوها وحنا مرة غنمشيو نشوفوكم. صافي تا هما داكشي اللي بغاو مشاو بقاو مرة كيجيو يشوفوها والديها الحقيقيين. ولكن امال ملي غتوصل لديك 17 عام بحال هكاك غتسيف على والديها الحقيقيين، مبقاش غتمشي عندهم. امها مرة كتجي عندها كتبهدلها، تقولها شنو هاد الجلابة جاية لابسة وكذا وهاد الفولار وكذا وكطيحي مني كذا. يعني الام بحال ولات كتحرج حتى بنتها، واخا عيات فيها هاديك الام اللي مربيها، كتقولها ديك راه مهما كان راه كتبقى ماك وسيري شوفيها وكذا وطلعي عليها ووالديك وخوتك. ما كتعقلش ليها، ما بقاش كتمشي عند والديها تا هما تقريبا مرة فين يجيو يشوفوها. وغير هاديك المرا هي اللي كديها عندهم بزز. المهم هاد امال بحال شوية تكبرات وبحال تجبرات على خوتها وعائلتها، مبقات كتحمل فيهم حتى شي واحد. ولفات الدوران الدلال اي حاجة بغاتها كتلقاها. هاد امال واحد النهار وهي في العمر ديال 19 عام غادي يجي واحد الشاب من العائلة ديال هاد الناس اللي مربينها هي نيت. جا للمدينة عادي، جا من البادية للمدينة، جا باش يخدم هنا في المدينة. جا وغادي استقر عند الناس اللي من العائلة ديالو، يعني كيجيوهم من الدوار. رحبوا به الناس وكذا وفرحوا به لأنه كما قلنا هو ما عندهمش الولاد وهو كيبقى من عائلتهم. جا رحبوا به السيد، خرج يخدم وكيجي كيريح في الدار، يعني عاطينو واحد الشامبر ديالو. هنا امال محملاش راسها كيفاش هذا جا هنا وكيهتموا به بزاف واي حاجه بغاها يلقاها وكذا. وحتى هو كان ولد مؤدب، الله يعمرها دار ما يخسرش لهم خاطر، يتسخر ليهم داير ليهم غراضهم. لما خدم شي اشهر صافي قال لهم صافي غادي نخرج نكري.
قالوا لي لا. ذاك الراجل شدو قالوا لا ريح، علاش تخرج تكري؟ انت بغيت تامن المستقبل وكذا وتخدم هنا، تضيع فلوسك راه وما عرفنا شنو غادي يوقع ليك. ريح في الدار حتى ان شاء الله تجمع راسك زعما وتجمع شويه الفلوس، وديك الساعه الا خرج عامر. صافي بانت له فكره مزيانه. هنا امل ما حملاتهاش، حاولات تقنع والدها والتبني باش يخرج يعطينا اتساع يمشي يكري ولا يشوف فين يمشي، ولكن هنا ما تسوقوش ليها لان الولد مؤدب ومن عائلتهم وهما اصلا كما قلنا يعني ما عندهم لا ولد لا حتى شي حاجه. صافي بحال عمر عليهم الدار. انا نقول هذاك الراجل يعني بابا تامل بالتبني غادي يمرض وغادي يشد الفراش، مبقاش يخدم مبقاش يمشي وكذا، ولات غير مراتو مقابلاه، مراتو حتى هي كبرات، امل حتى هي مقابلاهم. هنا امل غتشوفو اولا غتسمعو غيقول لمراتو يعني واحد الهضره، يعني صعب حس بالاجل ديالو قريب. شنو قال لها لانه هو الراجل هذا كان كاتب لمراتو كلشي، الدار والارض والمحال وكلشي. قال لها شوفي هاد الولاد اللي عندنا يعني قال لها ملي قرب الاجل حتى انتي كتبي ليهم قسمي عليهم هادشي هذا، شي كامل اللي كنملكو قسمي عليهم مناصفة الدري والدرية. انا امال ما حملاتش راسها كيفاش انا الاولاني اللي هنا والدري جا غير البارح وكذا ويقسم معايا، هادشي ما يمكنش. انا ما قالت والو، الراجل مات الله يرحمه مشى حالاتو، بقات المراه غير شويه وعيات شدات الفراش، مبقات لا كتخرج لا والو. ولات امل هي مقابلاها يعني مهتمه بها وكذا، ومره كتحاول انها المهم تحاول بطريقه او باخرى انها تصيفط هذاك الشاب. هنا فهماتها هي المراه، عرفاتها بانها كتضرب عليه باش يمشي بحالاتو، ولكن هي كتشوف بعقلها وكتشوف بعينيها الدري مدير والو. الدري بالعكس لطيف مؤدب صواب، الخدمه للدار دار الخدمه، السخرة كيتسخر ليها، اي حاجه قالتها له كيديرها، ماشي لا مشاكل لا صداع لا شي حاجه مالو عمرها دار. انا زعما هي المرا فكرات بعقلها، قالت مادام هاد الدريه هادي ما حاملاش الدري نزوجهم. قالتها للدري قالت له ودي شنو بان لك فلان هاد البنت اللي عندنا امل زوج بها وبقاو هنايا في الدار، كلشي ديالكم اصلا، كلشي هادشي غيكون ديالكم ان شاء الله. قال دابا انا مكنفكرش في الزواج، المهم يدير الله خير. هنايا انا نقول اللي ما كانوش عارفين عليها الناس واي واحد، وانه كتعرف واحد خونا يعني ماشي تلي كتعرفو كتواعد معاه وتخرجو تجي معاهم واعدة بالزواج وعارف الفيلم كامل. اما مشات عند داك خونا اللي معاها وقالت له هذاك الشاب اللي من عائلة والديا اللي مربيني راه جا، وقال لها ويلي جا من بعد، وقالت له المشكل ماشي هنا، المشكل انه راه با الله يرحمه راه وصى بانها تكتب لينا مناصفة يعني نقسم ديك الاملاك ديالها علينا بجوج. وقال لها هادي مشكلة كيفاش هذا جاي من اللهي وكذا ويشرك فيه داكشي كامل، لانه السيد تا هو دري مع امل طامع فيها وباغي يدخل على طمع. السيد ما عنده شي حاجة الله كريم. صافي هنايا بداو كيخططو كيفاش نديرو. هنا حاولوا بجميع الطرق انها تفتعل المشاكل كذا باش يمشي بحالات، ولكن الدري كان كيعرف شنو يدير، كان بالعقل وما الى ذلك. كاع المحاولات ديالها بات بالفشل. هنايا هو اللي اقترح عليها واحد الاقتراح، قال لها عرفتي شنو كاين؟ قال لها وانتي صافي المرا كاع. قالت له لا شنو كتقول، وهذه كنربيها وكذا وخيرتها باق فيا ما نقدرش لا ما نقدرش. قال لها سمح لي انا ضحكت معاك الله يهديك. المهم مشات بحالاتها، ولكن الدري امال بقات كتفكر في داك السيناريو اللي قال لها هذاك خونا، الاحسن تصفي عليها ويبقى لي هادشي دا كامل غير انا بوحدي، وهذا كيمشي في حالاتو ما عندها ما نديرو بيه. يعني السيده طمعات في كل شيء، وانتي اصلا شنو لك لا انتي لا اي واحد اي حاجه عطالك الله قبلي بها ما عليناش. هنا شنو كانت كدير؟ كما قلنا المراه كانت عيانه وهي اللي مقابلها وكانت كتشرب الدويات، وكانت هذه امال هي اللي كتشرب الدواء ومقابله ليها كذا المواعيد وما الى ذلك ديال الطبيب وما الى ذلك. هنا اقترحات عليها شي وحده والمرات من جابت الفكره هذه شنو دارت؟ ولات كتبدل ليها الدويات، في عوض ما تعطيها دوك الدويات ولات كتجيب لها دويات اخرين ديال شي امراض الله يستر، يعني ديال الاعصاب ديال النفسيه ديال كذا. السيده ولات من سيء اسوء. الدري ما فهم والو، الشاب كيلاحظها بانها كتبدل المراه الكبيره وكذا، كيعطيها هو الدور ما عارف والو، ما كيمشيش معاها وما عارفش شي كامل.
السيدة لعبة لعبتها كتبدل كتشونجي الدوايات، بقات اليوم غدا اليوم غدا حتى المرأة ماتت والآمنة دا أمانتو. هنايا بطبيعة الحال يجي الطبيب ديال البلدية باش يأشر على الدفن، صافي جا شك في الأمر قال لهم هادشي هدا ما باليش فيه، خاص الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي يعني البوليس جاو بداو كيحققو. صافي الطبيب الشرعي قال بأنها راه تناولو واحد الدويات ماشي داولها وكذا واحد المدة طويلة وشي أثر عليها، عطاو واحد التحليل ولا واحد التقرير، رجعو الدويات بداو يدخلو للدار قلبو الدويات ما كيلقاوهمش. فين هما الدوايات فين هما؟ الطبيب مشاو عند الطبيب قال لهم انا كنخرج ليه هاد الدواء، هذاك الدواء لقاو العكس ديالو كاين في الدار، لانهم قلبوا مزيان لقاوه مخبي في واحد القنت، ديك التخبيه ديالو ما فهموهاش وماشي هو اللي واصفو ليها الطبيب. هاد الدواء يعني كتوصف لحوايج اخرين، وزيدو بعد الدار ما لقاو فيها حتى شي حاجه، لا ذهب لا فلوس لا شي حاجه. ما يمكنش المرأة اللي كيسولوا عليها البوليس الناس عرفوها بأنها بخيرها، عندها ذهبها عندها فلوسها عندها متاع ديالها، السيدة راه كانت لاباس عليها. ما يمكنش لا ذهب لا فلوس لا شي حاجة. قلبوا الدار كيلقاو الذهب والفلوس فين كاينين؟ كاينين في الغرفة ديال أمال. هنا أمال شكو فيها قال أجي تبعها هاد الذهب والفلوس اشنو كيدير عندك؟ قالت لهم انا غير خبيتهم عندي كذا، راكم عارفين السيدة ماتت وكذا. ومن بعد عاد نهضروا في هادشي عرفوها غير كتلوب عليهم كتدخل تخرج في الحضرة. جابو الدري الشاب حتى هو في الموضوع ديال الدواء بالدواء. الدري كيهضر تابعتو كيهضر نفس الهضرة وقال لهم اسيدي انا كنمشي للخدمة ديالي وكنجي امالي اللي كانت مقابلة الدواء ديالها بانتظام وكذا، وانا ما عمرني اصلا مشيت معاها للطبيب. بعدا زيدو عرفوا بانه ما عندوش علاقة، عرفوا بان امال هي موراها كلشي. مادام لقينا الذهب والفلوس عندها في الغرفة هاد السيدة دير العجب. زيروها مزيان البوليس هاوي تعرف اعترفت بكل ما نسب عليها، قالت بأنها هي اللي دارت لي هادشي دا كامل. هي كانت تعرف واحد الشخص تعرفو، قال لها واش هاد الشخص هو اللي حرضك؟ قالت لي لا ما حرضنيش، هو غير قال لي واحد ناقل الفكرة وبقات كدور ليا في بالي، اما هو ما دار لي حتى شي حاجة وما ساعدني ما والو. مشاو جابوه قال لي سيدي انا غير هدرت معاه، اما انا ما درت معاه حتى شي حاجة، هي تحمل مسؤوليتها. السيد عرفوه بريء ما حتى علاقة، غير كان كتخرج معاه وكان طامع فيها حتى هوايا. قالت لي هادشي دا كامل درتو باش المرحومة ما تخلي حتى شي حاجة لهاد السيد اللي جا من العائلة ديالها. وعرفت بأن بابا الله يرحمو قال ليها كتبي الجوج قسمي عليهم هاد الدار والأرض والمحال وما إلى ذلك والفلوس. أنا مبغيتش نقسم معاه، بغيت ناخد كلشي. حاولت نجري عليه بطريقتي ولكن ما بغاش يمشي في حالاتو. أمي الله يرحمها ما كانتش باغا تجري عليه، كانت باغا تكتب لينا جوج مية. هادشي اللي خلاني انني نمشي نجيب الدواء ونبدلو ليها ونبقى نعطي عليها. هادشي اللي كاين. هنايا تقدمات العدالة وما دات حتى شي حاجة، ما ورثاتش في المرأة. وتا هاديك الدري تبات لي انه ما ورث حتى حاجة لان هي باقا ما كتبات حتى شي واحد شي حاجة. صافي هنايا تقدمات العدالة وتحكمات ب30 عام ديال الحبس. هذه هي النهاية ديال القضية ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم. دمتم اوفياء القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.